بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد. النهارده في لقائنا مع الحاج طارق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهولندية للإنتاج الدواجني والأعلاف. هنسأله 3 أسئلة بالعدد. السؤال الأولاني، هو إيه اللي بيحصل في مجال الدواجن يا حاج طارق؟ هو في إيه؟ هو أولًا اللي بيحصل المرّة دي يعني إحنا متعودين عليه من عشرات السنين في شغلنا، إمم. لكن المرّة دي طبعًا الموضوع طوّل لإن حصل فيه تدخلات كتير. إمم. أولًا موضوع الهيصة اللي حصلت بعد 22 إمم. وارتفاع أسعار الكتاكيت فراخ التسمين والبيض والمناداة بالاستيراد إمم. والمشاكل اللي حصلت والبث المباشر الكتير اللي حصل من بعض الموزعين أو السماسرة. إمم. ده يعني ادّى انطباع عند الدولة إن إحنا لازم نستورد إمم. بيض. على أساس إن كتكوت يقلب إن 50 في و60 مشكلة في جنيه. إمم. الكتاكيت، مع إن إحنا كنا إمم. بالنادي يا جماعة واتصلت على بعضهم إمم. وهو إمم. عارف اسمه، إمم. قُلت له: "يا جماعة أنتم عارفين إن السوق كله طول عمره عرض وطلب، إمم. حصل مشكلة في العرض بسبب أزمة 22 الأسعار زادت في التسمين وفي الكتاكيت، لكن بمرور الوقت بعد ما نعوّض خسايرنا وبعد ما يحصل مكاسب تاني هنرجع نزوّد." وفعلًا في مرحلة تزويد في الإنتاج دلوقتي، تمام. فما فيش داعي إن إحنا نستورد من برّه. حلو. بعضهم رد عليَّ سؤال قال لك: "اشمعنى أنتم اللي تكسبوا وإحنا قاعدين مش لاقيين شغل؟ إن شاء الله تخرب على الكل." تمام. يعني معنى كده أنت فاهم فيها لك إن أنت فيها أمّا يعني. تستورد من برّه يبقى إمم. فيها خراب على الكل. مضبوط. الدولة من حقها إن تحافظ على المواطن والسعر يوصل له بسعر مناسب، بس إحنا برضه المفروض تحافظ على المنتج. تمام. المنتج اللي اندبح في 22 واللي بعضهم اللي فضل موجود إمم. على ما يبتدي يستعيد ثقته في عارف. نفسه تاني ويستعيد الخسائر بتاعته ويسد الديون اللي عليه والقروض البنكية ويقف على رجليه، هيعوّض ويزوّد إنتاجه، استحملوا شوية. إمم. ماشي.